تخيل انك واقف في مكان مليان نجوم بالعدد ده كله وبرضة شايف السواد حواليك. الكون قدامك واسع ومفتوح بس الخلفية سودا بشكل غريب. الإحساس ده لوحده كفيل يخلي أي حد يسأل ليه الفضاء مظلم. لو السؤال ده شدك أعمل لأيك واشتراك في القناة علشان المحتوى ده يوصل لناس أكتر. الفضاء شكله مظلم وده لغز حير البشر من قرون طويلة. العقل دائما بيربط بين النور والمكان. أي مكان فيه مصادر إضاءة كتير لازم يكون منور، لكن أول ما نطلع بره الأرض القاعدة دي بتنهار. الفضاء ليه قوانينه الخاصة ولنفهمها نكتشف أن الظلمة دي مش نقص لكنها نتيجة طبيعية جدا. أهم سبب يخلي الفضاء مظلم إن الفضاء نفسه شبه فاضي. المسافات بين النجوم والمجرات مهولة، أرقام خيالية. النجم بينور فعلا ونوره قوي جدا، لكن الضوء بيمشي في خط مستقيم وما فيش حواليه هو ولا جزيئات كفاية تعكسه أو تفرقه على الأرض. ضوء الشمس بيتناثر بسبب جزيئات الهوافس ما تبقى منورة في كل الاتجاهات. في الفضاء ما فيش يعني ما فيش تناثر للنور، علشان كده الخلفية تفضل سودا. لما تبص للسماء بالليل وتشوف عدد قليل من النجوم ده مش معناه إن اللي موجود قليل، ده معناه إن اللي قريب بس هو اللي عينك قادرة تشوفه. أغلب النجوم بعيدة جدا لدرجة إن ضوءها لما يوصل يكون ضعيف. عين الإنسان ليها حدود محدودة جدا ومش أي طاقة ضوئية تقدر تلتقطها، فحتى لو فيه نور حقيقي بالنسبة لك هو كأنه مش موجود. العلماء نفسهم وقفوا قدام السؤال ده، ولو الكون مليان نجوم في كل اتجاه ليه السماء بالليل مش منورة بالكامل؟ السؤال ده اتسم مفارقة أولبرز، والإجابة كانت إن الكون مش لا نهائي في العمر. فيه نجوم نورها لسه ما وصلش لنا لأن المسافة أطول من الزمن للكون عاش. ببساطة إحنا واقفين في مكان الضوء لسه ما وصلوش. السبب ده لوحده مش كفاية، فيه سبب أعمق. الكون نفسه بيتمدد، المجرات بتبعد عن بعض، ومع التمدد ده الضوء بيطمط وطاقته بتقل، ومع الوقت يتحول لأنواع طاقة إحنا ما بنشوفهاش. يعني فيه نور حوالينا فعلا لكنه خارج نطاق الرؤية البشرية، وعلشان كده الخلفية بتبان سودا. الفضاء في حقيقته مش فاضي ولا ميت. الفضاء مليون إشعاعات، موجات راديو، أشعة تحت حمراء، أشعة سينية، طاقات ماشية في كل اتجاه، لكن عين الإنسان مش معمولة علشان تشوف غير جزء صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي اللي بره. الجزء ده بيترجم عندنا كسواد. لو عين الإنسان كانت بتشوف كل أنواع الموجات شكل الكون كان هيكون مختلفة تماما، ألوان متداخلة، طاقات عنيفة، مشهد صعب على العقل. السواد اللي احنا شايفينه مش دليل فراغ لكنه فلتر طبيعي بيلي الكون قابل للرؤية بالنسبة لنا. كمان النجوم مش متوزعة بالتساوي، فيه مناطق كثيفة جدا ومناطق شبه فاضية، وإحنا موجودين في مكان عادي مش في قلب مجرة مزدحمة. علشان كده السماء فوقينا مش منورة بالكامل حتى مع وجود مليارات النجوم. رواد الفضاء لاحظوا حاجة غريبة لما خرجوا بره الغلاف الجوي. السماء فضلت سودا حتى والشمس قدامهم. سبب بسيط، مفيش هو يعكس النور. حتى أقوى مصدر إضاءة في النظام الشمسي مش كفاية ينور الخلفية في الفراغ. في النهاية ظلمة الفضاء مش لغز مرعب ولا علامة نقص، دي نتيجة منطقية لاتساع الكون ولمحدودية حواس الإنسان. إحنا مش شايفين الحقيقة كاملة، إحنا شايفين الجزء اللي نقدر نفهمه بس، والباقي موجود حتى لو مش ظاهر. لو رجعنا نبص للفضاء من زاوية أوسع هنكتشف أن الظلمة مش بس مسألة ضوء ومش ضوء. الموضوع أعمق بكتير وداخل في طريقة وجود الكون نفسه. إحنا متعودين نفهم دنيا بالمقارنة، كل حاجة حوالينا ليها بداية وليها نهاية، لكن الكون ما بيمشيش بالقواعد دي بنفس البساطة. الضوء اللي خارج من أي نجم ليه رحلة طويلة جدا قبل ما يوصل لعينك. الرحلة دي ممكن تأخذ آلاف أو ملايين أو مليارات السنين. يعني أنك ممكن تكون بتبص على نجم دلوقتي وهو في الحقيقة ما بقرش موجود أصلا، انفجر أو انطفى من زمن طويل بس نوره لسه مسافر في الفراغ. النقطة دي لوحدها تفسر جزء من الظلمة، لأن فيه مساحات ضخمة الضوء اللي كان معدي فيها خلص ومش مصدر جديد قريب يملى الفراغ ده، فالمكان يبون أسود رغم أن الكون في المجمل مليان طاقة. كمان فيه حاجة اسمها الخلفية الكونية الميكروية، دي أقدم ضوء في الكون، ضوء طالع من أول لحظات بعد نشأة الكون، موجود حوالينا من كل اتجاه، لكن درجة حرارته منخفضة جدا وموجته طويلة لدرجة إن عين الإنسان ما تقدرش تشوفه. علشان كده إحنا حرفيا عايشين جوه بحر من الضوء بس مش واعيين بيه.
لو عينك كانت تقدر تشوف الخلفية الكونية دي السماء كانت هتبقى منورة بلون غريب مش أبيض ولا أصفر، لون مختلف تماما، بس الطبيعة اختارت إن حواسنا تكون محدودة علشان نعرف نعيش ونتفاعل. الظلمة كمان ليها علاقة بزمن الرؤية، عينك لما تبص على السماء بتجمع الضوء في لحظة قصيرة جدا، لكن أغلب النجوم البعيدة ضوءها ضعيف ومحتاج وقت طويل علشان يتجمع. التلسكوبات بتعمل كده، بتسيب العدسة مفتوحة ساعات علشان تجمع فوتونات قليلة جدا، ومع الوقت الصورة تظهر. يعني المشكلة مش في النجم، المشكلة في قدرة الاستقبال. علشان كده لما تستخدم تلسكوب قوي السماء فجأة تتملي نجوم ومجرات أماكن كانت سودا تماما بعينك المجردة بتطلع مليونة تفاصيل، وده يثبت إن السواد مش فراغ لكنه عجز في الرؤية. الكون كمان مش ثابت في شكله ولا في كثافته، فيه مناطق اسمها الفراغات الكونية، مساحات ضخمة جدا شبه فاضية ما بين تجمعات المجرات. الفراغات دي بتخلي مساحات واسعة من الكون مظلمة طبيعيا لأن مفيش مصادر ضوء قريبة. احنا ساكنين في منطقة مش مركزية، لا في قلب مجرة ضخمة ولا في عنقود مجري كثيف، وده موقع مناسب للحياة لكنه مش موقع منور كونيا. علشان كده السماء اللي فوقينا شكلها هادي وسودا. حتى مفهوم السواد نفسه نسبي، السواد معناه مفيش ضوء مرئي، مش معناه مفيش طاقة. الكون مليون طاقة مظلمة، مادة مظلمة، حاجات لسه العلم مش فاهمها بالكامل لكنها بتشكل أغلب محتوى الكون، يعني اللي احنا شايفينه أقل بكتير من اللي موجود. الطاقة المظلمة نفسها بتسرع تمدد الكون، ومع تمدد ده المسافات بتكبر، والنور يوصل أضعف وأضعف، ومع الوقت مناطق كاملة تخرج من نطاق الرؤية إلى الأبد. يعني فيه أجزاء من الكون كانت مرئية زمان ودلوقتي اختفت في السواد. الموضوع ده يخليك تفهم إن الظلمة مش حالة مؤقتة لكنها جزء من مستقبل الكون. كل ما الوقت يعدي كل ما السماء تبقى أظلم، لأن المجرات تبعد والنور يضعف، وده ما حزن، ده قانون كوني. حتى الشهب اللي بنشوفها أحيانا والسماء بتنور لحظة، ده مش ضوء فضائي، ده ضوء احتكاك داخل الغلاف الجوي. أول ما نخرج بره الغلاف ده كل التأثيرات دي تختفي وترجع الحقيقة الكونية الصافية السواد الواسع. علشان كده أي صورة فضاء حقيقية من غير تعديل ألوان بتطلع بخلفية سودا دايما مهما كان عدد النجوم اللي فيها السواد، ده مش تصميم ولا مبالغة، ده الواقع. لو وصلنا للنقطة دي فإحنا محتاجين نغير طريقة السؤال. بدل ما نسأل ليه الفضاء مظلم ممكن نسأل ليه إحنا متوقعين يكون منور أصلا. توقع ده جائي من حياتنا اليومية على الأرض، حيث أي مصدر نور صغير يقدر يغير شكل المكان، لكن الكون لا بيشتغل بالحجم ده ولا بالمنطق ده. الإنسان أتطور في بيئة ضيقة جدا مقارنة بالكون. عينينا تضبط على الشمس والنار والمصابيح مش على مجرات تبعد ملايين السنين الضوئية. علشان كده لما نطلع بره بيئة طبيعية نحس إن فيه حاجة غلط، بينما الحقيقة إن اللي غلط هو توقعنا. لو الأرض كانت موجودة قريبة من قلب مجرة مزدحمة شكل السماء كان هيبقى مختلف. السماء كانت هتكون مليونة نجوم لدرجة إن الليل شبه يختفي، لكن المكان ده مش مناسب للحياة. الإشعاع عالي والاضطرابات كتير، فوجودنا هنا في منطقة هادئة نسبيا هو سبب الظلمة وسبب نجاتنا في نفس الوقت. فيه نقطة مهمة جدا، وهي أن الضوء نفسه ليه سرعة محدودة، مهما كان قوي هو مقيد بقانون كوني. يعني الكون ممكن يكون مولع نور في مكان تاني وإحنا عمرنا ما نعرف، لأن الضوء ببساطة ما وصلش ولن يصل أبدا المسافات بتكبر أسرع من قدرة الضوء على اللحاق بيها. وده يخلينا نفهم أن فيه أجزاء كاملة من الكون خارج أفق الرؤية، مش لأنها مخفية لكن لأنها بعيدة لدرجة مستحيلة. وده يخلي السواد اللي شايفينه مش علامة فراغ لكن علامة حدود. العلم الحديث بيقول إن اللي بنشوفه من الكون أقل من 5%، والباقي مادة مظلمة وطاقة مظلمة، حاجات ما بتصدر ضوء مرئي لكن تأثيرها موجود في كل حتة. يعني إحنا عايشين جوه كون أغلبه غير مرئي، والسواد هو اللغة اللي بتعبر عن الغموض ده. كل ما الأدوات تتحسن كل ما السواد يقل. التلسكوبات الحديثة بتكشف مجرات مكان ما كان أسود تماما، وده يثبت أن الظلمة مش نهاية القصة لكنها بداية معرفة جديدة. ومع كل اكتشاف جديد السؤال بيرجع بصيغة أعمق، مش ليه الفضاء مظلم لكن ليه فيه حاجة أصلا، بدل ما يكون لا شيء وليه القوانين دي وليه الإحساس ده بالاتساع والسكوت. في اللحظة دي الظلمة بتتحول من لغز مخيف لمساحة تفكير. سواد بيبقى خلفية
خفية تخليك تشوف نفسك وحجمك الحقيقي نقطة صغيرة في مشهد هائل، لكن النقطة دي قادرة تفكر وتسأل وتفهم. وده يمكن أهم سبب يخلي الفضاء مظلم السواد بيدي فرصة للنور اللي جوانا يظهر فضول المعرفة ومحاولة الفهم والرغبة في الاكتشاف. في الآخر لما تبص للسماء وتفتكر قد